السلام عليكم. عايزين بس نتكلم النهاردة عن أهم حاجة كانت في المحاضرة الفنية النهاردة الساعة 9 الصبح في تمرين نادي الزمالك، وهي إن بص قاعد مع تيم الإسكواد إن بتاع نادي الزمالك وجوه فريق الكورة طلب لاعب مهم جدا، مهم وصنع لاعب كويس. ده ليه؟ لأن في حين إن عبد الله السعيد نفسه ممكن يمشي من الفريق، خلى إن فيه وسوس عند بروس هتطلع مدور على بديل يمكن يمشي، وقال لك أنا عايز كمان وينج، حينما برضو إن ممكن زيزو يمشي. كل شيء وارد فيه مستقرة. خلينا أقول إن كروس لما قعد امبارح في بلد الشيخ زايد قعد يشوف مين اللعيبة اللي ممكن تنفع صناعة لعب، قال لك جاب واحد من نادي إنبي في الفيديوهات لقاك شوف كان بيلعب في بيراميدز. بروس كان طالب محمد مجدي قفشه. مشكلة إن المدربين الأجانب لما بيجوا مصر مش عارفين إن ما ينفعش الأهلي يحتم الزمالك ولا الزمالك يحتم الأهلي. دي إيه معروف إن ده ما يجيش ده ما يجيش لذا أصلا أنت مالي أهلا والزمالك فاهم. واللاعب أنا جبته الأهلي بعرفه كمان أهلي وبعرفه إن ده لف إزاي ده واحد من 3 كورة. أما في الزمالك هي حاجة واحدة، هنجيبها لزملكاوي وهنجيبها وأنت على خصوة. عرفنا ان نفش عقده بيخلص، عرفنا ان شينا عقده بيخلص، عرفنا ان عمر بيه عقده بيخلص، عرفنا ان محمد هاني عقده بيخلص، عرفنا ان اكرم توفيق عقده بيخلص، عرفنا ان طلعت عقده بيخلص. انا فاهمين تاني مروان عطية عقده بيخلص، ناس كتيرة جدا عقده بيخلص الايام دي. لكن الزمالك طلب محمد نجدي قفشه بصورة رسمية من الاهلي. شوف نقابل المادة والكلام ده كله. طلب احمد حكم مدافع سموحة. احمد حكم مدافع سموحة من المدافعين كويسين جدا اللي بينفع في السوق، لاعب مهاري كويس جدا، عارف هو بيلعب ازاي، لعيب مش بيورجح كتير في الملعب، لا هو لعب كويس جدا عشان يساند الونش وحصل على مجيد. طبعا منه طلع الزناري خالص برا الصورة. خليكوا عارفين ان بروس كويس، بروس كويس بس جوميز احلى، جوميز احلى من جروس. كريستيان جروس مش قد كده، مبقاش قد كده، لكن هو كان كويس في الفترة الأولى. الفترة التانية صعب بقى، صعب، وحتى بس فات نظري البدنية بعدين تلاقيه بقى قوي. أول شفت الزمالك لحد آخر دقيقة هو بينافس كده عمري بدنية عالي كده طبعا الزمالك. أشوفكم في جديد، السلام عليكم.